السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيهما أفضل، العفو عن فلول نظام بشار أم القصاص؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية قبل ما نتكلم عن العفو لازم نعرف ايه هو اللي اتعمل مع اهلنا في سوريا، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالذي حدث مع اهلنا في سوريا انا بعتبره اكبر جريمة ارتكبت في العصر الحديث. فلقد قتل بشار وجنوده ما لا يقل عن مليون سوري بريء، واغلبهم من النساء والاطفال، وشرد حوالي 13 مليون سوري في بلاد الله سبحانه وتعالى. ومستحيل ورب الكعبة أن أنا أقدر أحكي لكم كيف مرت 13 سنة على أهلنا وأحبابنا في سوريا في كل بقاع الأرض، من فراق الأحباب لغرق في البحار لسجن في الغربة لخطف أطفالهم في السويد لدمار للأسر وتدمير لأحلامهم. هذا غير مئات الألوف الذين كانوا يعذبون أشد العذاب في سجون بشار من سجن صدنايا وغيره من السجون، وتدمير أكثر من 80% من البنية التحتية من بيوت أهلنا في سوريا. ومهما قلت، والله مهما قلت، فلن أستطيع أن أصف ما حدث لأهلنا في سوريا، ويكفي الذكريات المؤلمة لمن عاش منهم ورأى أهله وأطفاله وهم يذبحون أمام عينيه، بل ورأى أهله وهم يدفنون أحياء في مقابر جماعية. فلا نستطيع أن نقول بالعفو العام، بل لا بد من التفصيل. وأذكر لحضراتكم التفصيل. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص، الله، القصاص ازاي يكون في حياة؟ اقول لحضراتكم ان تفسير اهل التفسير بيقولوا يعني ايه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون؟ يعني لكم يا اصحاب العقول فيما شرع الله من القصاص حياة، واي حياة، لانه من علم، خدوا بالكم وركزوا بقى، من علم انه اذا قتل نفسا فانه سيقتل فسوف يرتدع وينزجر عن القتل. يعني لو واحد عارف انه لو قتل هيقتل قصاصا، تمام كده، يقول لك ايه؟ يعني انا في النهايه لما اقتل هتقتل، لا بلاش اقتل. فيكون في ذلك حفظ لحياته وحياه من اراد ان يقتله، وبذلك تصان الدماء وتحفظ حياه الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. اما بقى من استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم بيقول لك عفو عام، تمام، اللي بيستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكه انه قال لكفار قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهذا صحيح، لكن لمن لم تتلطخ أيديهم بدماء أهلنا في سوريا. وإلا فالنبي أيضا في فتح مكة أمن الناس جميعا إلا 4 من الرجال وامرأتين. مين هم الأربعة من الرجال؟ اللي هم عبد الله ابن خطل، ومقيس ابن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وعكرمة ابن أبي جهل. والحديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم فتح مكة أمن الناس جميعا، أعطاهم الأمان، محدش هيتعرض له خالص، تمام، إلا 4 من الرجال لأنهم ارتكبوا جرائم حرب. 4 من الرجال وامرأتين، تمام كده. ال4 من الرجال دولت كل واحد فيهم ارتكب جريمة حرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأستار الكعبة. يعني لو تعلقوا بأستار الكعبة، وده أكتر مكان في الدنيا فيه أمان، ما ينفعش حد يقتل حد جوه الحرم، تمام كده. ومع ذلك لأنهم ارتكبوا جرائم حرب قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو متعلقين بأستار الكعبة. فماذا حدث؟ هم 4. عبد الله ابن خطل وجدوه متمسكا بأستار الكعبة فقتلوه. مقيس بن صبابة وجدوه في السوق فقتلوه. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، ده ايه اللي حصل معاه؟ ده كان اخو عثمان بن عفان من الرضاعة، فراح استخبى عنده. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للبيعة خرج عبد الله بن سعد بن أبي الصرح مع عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان. فسيدنا عثمان بن عفان وجد النبي جالسا فقال له: يا رسول الله بايعه. فاستدار النبي يمنة. سيدنا عثمان راح جاله من الناحية التانية قال له: بايعه يا رسول الله. فاستدار النبي يسرة من الناحية التانية، فراح له 4 مرات يقول له: بايعه يا رسول الله. فاستحيا النبي من عثمان وبايع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وأعطاه الأمان. ثم لما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة:
أفلا رأيتموني أما كان منكم رجل رشيد إذ رآني قد أعرضت عن الرجل أن يقوم يقتله قبل أن يسلم. تمام. فقالوا يا رسول الله ما علمنا، هل أومأت إلينا بعينيك، يعني اعمل لنا إشارة بعينيك. فقال سبحان الله، ما كان لنبي أبدا أن يكون له خائنة أعين. فالنبي اعتبر ان مجرد الهمزة والغمزة بالعين دي تعتبر خيانة، بسماها خائنة الأعين. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الأمان، وقبل إسلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا عثمان كان يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن، اللي هو مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. وكان السبب في ذلك ان النبي كان متكئا في بيته، كان متكئا يعني نايم على جنب كده، فاستأذن ابو بكر فدخل، فالنبي عليه السلام فضل زي ما هو متكئ، تكلم ابو بكر وبعد كده مشي. فاستأذن عمر بن الخطاب فدخل وما زال النبي متكئا، وكلم عمر ثم انصرف. فلما استأذن عثمان جلس النبي وسوى ثيابه وجلس هكذا. فقالت أمنا عائشة تعجبت يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تبالي لهما، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك واعتدلت في جلستك. فقال لها يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فده الثالث. الرابع بقى عكرمة ابن أبي جهل، اللي هو ابن مين؟ ابن أبي جهل. أبو جهل اللي هو حارب النبي حربا شعواء وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعكرمة نفسه دبر مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، ماذا صنع؟ خرج إلى أن وصل إلى شاطئ البحر، هرب من مكة ووصل إلى شاطئ البحر، فوجد سفينة ستقلع، مركب كده، فركب معهم أي مكان بقى رايحين مش مشكلة. فهم في وسط البحر هاجت الأمواج وكادت المركب أن تغرق. فقال ربان السفينة أيها الناس إنه لا تنفعكم هنا أصنامكم التي تنحتونها من الحجارة، وإنما لا ينجيكم إلا الله في السماء. تمام. فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجيني من هذا إلا الله فلله علي عهد إن أنجاني من هذا أن أعود وأضع يدي في كف محمد صلى الله عليه وسلم، تمام، فلأجدنه عفوا كريما. وبالفعل هدأت الأمواج وعادت المركب مرة تانية. في نفس اللحظة كانت أم حكيم اللي هي زوجة سيدنا عكرمة بن أبي جهل كانت رايحة للنبي عليه السلام فأسلمت، وطلبت من النبي أن يعطي الأمان لزوجها. فمن شدة حبها لزوجها عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة وأعطاه الأمان. فلما سألت عنه قالوا لها إنه ذهب في يعني ناحية البحر، فذهبت لتبحث عنه عند البحر، وكان المركب لسه راجعة، فالتقيا على شاطئ البحر. فقالت له يا عكرمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاك الأمان. فعاد عكرمة ووقف وهو في غاية الحياء، 21 سنة بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف وهو في غاية الحياء فقال يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أبشر يا عكرمة، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، حتى ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة في حياة النبي، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عكرمة. وظل عكرمة في الفتوحات الإسلامية إلى أن استشهد في معركة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالنبي عليه السلام اللي قال اذهبوا فأنتم الطلقاء في فتح مكة هو الذي أمن الناس جميعا ما عدا 4 من الرجال وامرأتين، قالوا اقتلوهم وإن وجدتموهم ممسكين بأستار الكعبة. فكل من كان يعمل، ده القول الفصل بقى في المسألة، كل من كان يعمل في حكومة بشار ولكنه لم يسفك الدماء، واحد كان بيشتغل في البريد، في الجوازات، في المرور، في ده لكن لم يؤذي أحدا ولم يقتل أحدا، كل من كان يعمل مع بشار ولكنه لم يسفك الدماء نقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما من قتل أو أمر بالقتل أو مارس القتل، والشبيحة والطيارين الذين كانوا يلقون البراميل المتفجرة على الناس، والذين كانوا يعذبون ويقتلون الناس في السجون، فلا بد من القصاص منهم من خلال الدولة وليس الأفراد، من خلال القضاء العادل وليس الأفراد، وإلا تتحول المسألة إلى فوضى. فهؤلاء جميعا يتحولون إلى محاكم تعطيهم الحكم من خلال قضاء
يزيه، وبالحكم عليهم يقتص منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا فلا بد من القصاص من هؤلاء المجرمين الذين سفكوا دماء أهلنا في سوريا، ليكون ذلك ردعا لكل من تسول له نفسه بعد ذلك أن يفعل مثل فعلهم في المستقبل. ولذلك قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني أسأل الله عز وجل أن يتم فرحة أهلنا في سوريا، وأن يرزقهم نعمة الأمن والأمان والراحة والسكينة والسعادة يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.